الفرق بقى لها كذا انا حاسس ان انا جاي اهزر بس يا احمد. انت جانا ازاي انا؟ ازيكم يا جماعه وحالات الدوري المصري بشكل عصري، واحمد العايدي هيلبس تيشيرت بيراميدز. ايه يا احمد؟ مش الدوري كان راح خلاص وخلاص للزمالك؟ الزمالك اهو اتعادل وبيوقع نقط، بيراميدز ابو ناصر خسروا من الجونه والاهلي كسب. ايه يا احمد؟ انا مقاسك كام؟ ميديم ولا كام؟ احنا في الاسبوع الكام؟ والله ما عارف، احنا في الاسبوع كام؟ 21. 21. بص في 23 ده جوله. بالعكس، ده يخليك ده حلو. نجيب لك تيشيرت وشورت بقى عشان تلبس لا الطقم لا لا, كام. لا لسه الدوري بدري. ما هو عشان كده انا بقول لك ماشي ايوه، يعني الموضوع لسه رايح جاي يعني. بس عايزين يا جماعه بقى، انا فكرت فكره نحل بيها الرهان. انت بقى تغني الاغنيه مش ترقص عليها كمان. يعني تقعد تيشيرت بيراميدز تقول ايه بتاعت مش عارف ايه وقع يالا وترقص عشان الناس تيجي عشان تضربك. يعني حلوه دي. ماشي انا ماشي. موافق. بص اقول لك حاجه، انا الاهلي ياخد الدوري ومستعد اعمل اي حاجه، بس ناخد اي الدوري. حاجه وتتضرب عادي. انا اخد الدوري اي حاجه يا اي راجل. حاجه. بص اقول لك حاجه، أي حاجة. انا مستعد اعمل اي حاجه بس الاهلي ياخد الدوري وياخد افريقيا يا جماعه. بص انا لو الاهلي خد افريقيا مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا. يعني انت في الحالتين كسبان. طبعا. طب ما انا في الحالتين كسبان. كسبان لو ايه؟ لبست تيشيرت بيراميدز ابو ناصر بقى. بس لا، لو الاهلي كسب هيكسب الدوري الاهلي. خلينا بالزمالك ماشي. عشان انا فرحان ان سياده المستشار بقى اتكلم معانا بقى يا ابو احمد وابو امير بقى اتكلم بقى. ايه بقى اللي حصل في الماتش ده؟ هو اللي حصل للزمالك يعني كان في بوادر بقى لها كذا ماتش واحنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده. احنا اول حاجه الزمالك بقى له فتره بيلعب شوط واحد بس، تمام. الشوط الاول بيمسك كوره وبيهاجم وبيضيع فرص. الشوط الثاني بيرجع ورا يقفل ويلعب على هجمات مرتده ويضيع فرص برضه، تمام. بقت نفس الفكره اللي عند الاهلي دلوقتي. الراجل في ماتش الجيش الزمالك بدا ضاغط، بدا ان هو مركز على الحته اليمين وبيلعب على جبهه النجاز وخلاص. بقى ابراهيم حسن وكهربا ما بقوش يقفوا على الطرف، بقوا يخشوا لجوه ويسيبوا عبد الله جمعه والنجاز يفتحوا وهم بيلعبوا في القلب، يزيدوا مع ابو طيب عشان يعملوا كثافه جوه منطقه الجزاء. وكهربا بيتحرك يمين وشمال وبتلاقي دبل باص وحاجات كتير جدا بتحصل وكلام جميل وبتلاقي جمل والزمالك بيحط جول واثنين. الشوط الاولاني بس ما هو الشوط الثاني الزمالك بيلعب بشكل تاني اللي هو ايه، انا بقفل وبلعب على هجمات مرتده على السرعات اللي عندي عبد الله جمعه والنجاز واوباما وكهربا. بس ايه المشكله عند اثنين، عند اوباما وكهربا. الاثنين تحس مفيش تركيز خالص، بيضيعوا فرص كتير جدا. كل ماتش كل واحد فيهم بيضيع فرصتين ثلاثه مستريح. مفيش تركيز، وخاصه كان الشوط الثاني. هل ده اجهاد؟ طبعا اللعيبه لما بتتعب بيأثر على تركيز اللعيبه في القرارات. ان انا برايح على الجون، يعني مثلا في كوره في اخر ماتش لاوباما معاه كهربا الناحيه الثانيه قام شاطها بوش رجله الخارجي في الشبكه من بره. طب انت لو حطيتها لكهربا يحطها جون. انا بتكلم فيه ان الراجل جروس برضو عنده مشاكل كتيره جدا. اول حاجه انا قلت لك الراجل ده مش كوتش، يعني الماتش وهو شغال ما عندوش بلان بي، ما عندوش بلان بي. يعني انا مثلا شايف ان انا عندي مثلا نص ملعب وقع مني، طب اطلع واحد وانزل زيزو. طب انا مثلا شايف ان ابراهيم حسن مش حلو، اطلعه مثلا وانزل ايمن حفني. لا، الراجل هو 4 2 3 1 اطلع لاعب وانزل لاعب مكانه في نفس المركز. مش عارف هو ماتش شغال مش قادر. هو مش كوتش، يعني هو قبل الماتش بيحضر له كويس وبيعرف في التدريبات يعمل جمل. لا هو ده اتكرر في ماتشات كتير قوي يا احمد. يعني هو ما هو ده عيب عنده. انا قلت لك هو الراجل الماتش مش فيه معاه جهاز ومعاه مساعدين ماشي. ما هو برضه في الاول وفي الاخر الراجل واقف طول الماتش عامل كده، فاهمني؟ والله العظيم عامل كده، فاهمني؟ جون يدخل فيه يجيب جون، هو عامل كده بس مش اي رياكشن. ديلبوسكي مع يعني بص، يعني الجهاز ورا اللي معاهم كله قاعد على الدكه بيهيص ويزعل، ده قاعد كده والله العظيم بقول. فهو الراجل تحس ان هو في ملكوت تاني والماتش شغال. قبل الماتش بيحضر له كويس. فانت دلوقتي الجماهير طول الماتش ايمن يحفني وده مفيش. طب يا عم انت وبعدين خد بالك انت 2-1، يعني انت ممكن وبعدين بقى في حاجه غريبه جدا. الجيش احمد سمير ده كان باك ليفت في الزمالك واخد معاهم الدوري 2015 وراح بقى بيلعب وينج مع الجيش. شاط شوطين بجونين، والشوطين يعني كميه توفيق غير طبيعيه في المقص. الشوطين احلى من بعض، وفي كورتين تاني ضيعهم وهو بيلعب لوحده. يعني الجيش كان بيهاجم بيه هو بس لوحده. المشكله ان الجيش كان عنده لعيبه كتيره جدا غايبه. كان عنده كابوريا غايب ومصطفى محمد مهاجم الزمالك كان غايب. فلا يعني انا توقعت بصراحه ان الزمالك ينزل يكسب 4-5. السولان ده بعد الماتش قعد يعيط وينزل على الارض وبتاع وعايز يرجع وحرام يا ابني تحط جوان يعني عشان او عايز يرجع الزمالك تاني، فبيحاول يعني يعمل شو، يعمل لقطه يعني. فالزمالك عنده مشكلتين كبار جدا. اوباما وكهربا الاثنين مش مركزين. يعني حتى الجون اللي حطه اوباما جون كان فاضي. هم نفس الجملتين. الراجل برضو يا جماعه انا شايف الناس عماله تهاجم جروس. هو الراجل برضو كل مدرب عنده ميزه وعنده عيب. الراجل لا، في شغل واضح. حتى كمان ضربات الثابته في الماتش ده في كذا تريكات اتعملت، والجول الاول جه من تريكه منهم. الراجل لا، هو ليه مميزات، بس هو زي ما بقول لك عيبه التغييرات. هو مقتنع ان هو في تغييرين بس مش 3. يعني هو كل ماتش يعمل تغييرين بس. والله بينسى ان في تغيير ثالث ولا ايه مش عارف.
يعني هو ماضي على تغييرين، انا مش قادر افهم. هيخصموا منه. فدي نقطه. النقطه الثانيه ان هو والماتش شغال ما عندوش حلول. يعني مثلا ايه، طب انا دلوقتي انا شايف ان اوباما وحش، ما ممكن اطلع فرجاني قدام مكانه وانزل زيزو نص الملعب، امسك نص الملعب ويبقى عندي حلول قدام، العب باثنين مهاجمين والعب على الكورسات. ما انت كده كده عبد الله جمعه وحمدي النجاس طايرين طول الماتش. طب ما العب مثلا بعمر السعيد وابو طيب لو انا عايز عنده سكواد تديله الامكانيه. يعني عنده مثلا عارف مثلا لو القماشه صغيره فتقول فعلا والله دي، لا ده عنده لعيبه وعنده متنوعه كمان. انت عندك بره ايمن حفني وعندك مدبولي كان ماشي كويس وعندك عنتر وجبت زيزو. طب انت جايب اللعيبه دي كلها ليه؟ وبعدين انت هتلعب بنفس 11 كل ماتش كل 3 ايام. طب ما كلهم هيبقى في راحه، حتى لو ما اتصابوش هيلعبوا معاك مثلا نص ساعه 45 دقيقه وباقي الماتش مش مركزين. ما هو ده اللي احنا بنشوفه، ان الشوط الثاني اللعيبه مش مركزه، مش قادره تفنش صح، وده اللي بيحصل مع الاهلي. بس الاهلي الدنيا مشيت معاه شويه. انا عارف يا جماعه ان احمد مبسوط انه الاهلي كسب حتى لو هيخسر الرهان، الحمد لله. بس هو بصراحه بص الراجل راس الغول اللي بيدرب ده انا شايف والله العظيم في جمل وفي حاجات، وانا عجبني اجاي اول هو بيلعب مهاجم كده، انا متكيف عنه لما كان بيلعب في الطرف. والفرقه شدت صح كده، انا ماشي معاك حلو كده، بس الفرقه يعني شدت حيلها. ولا انت شايف انه لسه لحد دلوقتي في حاجات محتاجه تتظبط؟ لا بص، هو طبعا في لسه في حاجات محتاجه تتظبط، بس طبعا زي ايه طيب؟ بس في حاجات في تحسن واضح. اولا في اللياقه البدنيه بتاعت اللعيبه بقى لها ماتشين طول 90 دقيقه بتكمل للاخر مش بنفس، بس بيكملوا احسن عن يعني اول يعني الاول كان شوط ثاني ما كانوش بيطلعوا نص الملعب. لا دلوقتي لا، شوط ثاني بالعكس الاهلي بقى بيخطف الشوط الاول وبرده بيعمل زي زمان، يستنى الفرقه تهاجم وهو يروح، بس بيروح ويضيع. واللعيبه بتتعازم في حاجات غريبه جدا. الراجل ليه ميزه مهمه جدا الناس كلها شايفاها، حوار عمرو السوليه. صح، ده انا نسيت الحوار ده. عمرو السوليه انا قلت لها الحلقه اللي فاتت بقى بيلعب شادو سترايكر. الراجل يعني ايه، هو سايب نص الملعب لهشام محمد ونص الملعب ساعات بينزل شويه، والراجل بيخش على طول في اي كره عرضيه يكمل جنب اجاييه. والجون الاول عمل ثرو باس حلو جدا لمحمد هاني، فلا تحس ان هو بياخد حريه. عمرو السوليه ايه، ومذيع بتاع الماتش يقول لك الراكي. فاهمني ازاي؟ فاللي هو ايه اللي هو عايز يعني ايه يحطه مع فرجاني يعني. لا فالسوليه بصراحه اتطور مع الراجل، بيخش يكمل في الكره العرضيه، الثرو باس بقى بيعدي. فدي حاجه. محمد هاني في الجون الفينش بتاعه هايل جدا. يعني محمد هاني دايما عجبني انه يعني انا لانه هاني انا عمره ما شفت حاجه منه كده اللي ودي الكره بسن الجزمه بوش رجله خارجي على كده بهدوء خالص. دي حاجه هاني مع الوقت بيزيد. اولا هو من احسن اللعيبه في الحته دي، اللي هو بيرقص من الثبات، وكمان عنده حته اللي هو ايه، ان انا بقطم لجوه. يعني انت دلوقتي زي ما انت قلت مثلا في ساعات الباك هو دايما بيلعب بيميني هاخد كل مره لبره، لا ده بيخش لجوه وبيضم. بس هو كان عنده مشكله دايما في الشوط ده، دخل حطها بعقل جدا وبهداوه وبسن رجله زي ما انت قلت كده لبره، فجون حلو جدا من هاني. دي حاجه. الحاجه الثانيه في حاجه بس غريبه انا كنت مستغرب لها، انت دلوقتي عندك جيرالدو والشحات، واحد ايمن واحد اشول، ليه بتلعب بجيرالدو ناحيه الشمال؟ يعني انت دلوقتي لما بتلعب باثنين شول، جيرالدو وعلي معلول، الاثنين هيبقى عندهم نفس الحلول بيرقصوا لبره. المفروض انت تلعب واحد كده واحد كده، عشان انت حتى جيرالدو راجل بيعرف يشوط، خصوصا معاك كده الباك الشمال بتاعك هجومي، فهو بالظبط. فانت محتاج ان الوينج يضم لجوه ويسيب الباك يفتح. طول ما انت بتلعب باثنين شول مش هتدي فرصه حاجه زي كده. وبعدين جيرالدو لما بيرقص على يمين وحشه جدا، والشحات برضه نفس الكلام. الشحات في كوره جات له على يعني هي مش عدلته على الناحيه اليمين، حابب يجيبها على شمال عشان يشوط، طلعت وحشه جدا. فانت من اول ماتش لو بتلعب بجيرالدو يمين هيضم لجوه ويشوط، الشحات برضه نفس الكلام هيسيب مساحات المعلول ويضم لجوه ويشوط. فدي حاجه انا كان نفسي مع الماتش ان هو حتى مثلا كل ربع ساعه البدري على فكره كان بيعمل كده. كان تلاقيه مثلا وليد ومؤمن ربع ساعه يقوم جاي مبدل وهكذا. بس وبعدين انت برضه اللي قدامك مش عارف ايه ده هيخش جوه ولا هيقطع لبره. فهو الحاجات دي كانت دي نقطه برضه بصراحه كان لازم لاسارتي يغيرها والماتش شغال. جيرالدو بقى عمل ماتش هايل جدا رغم ان هو ضيع فرص. على فكره الجون اللي دخله الكوره كانت طالعه بره. ايوه والله العظيم انا في الاول اصل انا ببقى قاعد بتفرج في البيت وسامع صوت القهوه بره، واخد بالك؟ فلما يجوا لان هو مش عارف هم بيتفرجوا قبليه ولا ايه، المهم يعني والله دي الكوره هي شكلها بره وانا دايس ميوت، انا بتفرج على الماتش من غير صوت. فلقيت الناس صوت عمل كده في الوقت، كانوا هتخرج بره اصلا اللعيبه طول الماتش كانت بتزحلق الملعب وحش جدا بتاع بترو سبورت. ده اللي هتلعب عليك كاس الامم. لا ما قالوا خلاص مش هيلعب عليه. لا فجيرالدو عمل ماتش حلو جدا. اولا هو بس زي ما بقول لك هو كان مظلوم ويلعب ناحيه الشمال ما كانش عارف يشوط، انما هو دريبلر حلو جدا سريع. هو وفي كوره كذا كوره قطع فيها في القلب وراح للجون. لا هو مع الوقت حتى لو رمضان صبحي مشي ما كملش مع الاهلي هيبقى هو الشحات هيشيلوا الحته دي. اعتقد ان هو بصراحه مكسب كبير جدا للاهلي. يعني حسين الشحات كمان الراجل الماتش ده هو كان احسن ماتش لعبه مع الاهلي لحته الجماعيه. ان انا هو نسي خالص ان انا لازم اجيب جون. يعني حتى لعب الكره اللي جت في اخر ماتش الجون بتاع جيرالدو كان ممكن يشوط، لا قال لك لا انا هلعب مضمون وكذا كره تانية. لا فده مهم جدا للشحات. الناس كلها عارفه ان هو لعيب عنده امكانيات. في ناس بتقول عليه اكذوبه وبتاع وان هو كان باك رايت وما اعرفش وجت معاه كده، بس هو في الاول وفي الاخر لعيب لعب في الدوري الاماراتي وعمل في كاس الانديه. لا فده يبين ان هو لعيب عنده امكانيات وشخصيه. بس طبعا الضغط هنا جاي مبلغ كبير والناس كلها مستنيه ان هو يشيل الاهلي، فالضغط عليه كبير. فانا بس عايز اقول لحسين شحات حاجه، ده هو بيتفرج علينا يعني، هو اكيد بيتفرج علينا. هو كريم نيدفيد
دول حبايبك لا ما دول. انا كريم بقول لك ماشي. انا مش عايز يعمل زي صلاح محسن. يعني صلاح محسن الراجل جايب 38 مليون عايز كل ما ينزل يجيب جول. يبين لا نفسه وبتاع. انت العب لعب السهل، العب مع الناس، مع الوقت الناس هتنسى المبلغ اللي انت تجيب بيه وانت هتلاقي نفسك بيجيب جول لوحدك. كريم نيدفيد بقى انت شفت الجون الثالث، شفت وفضل مستني لحد ما حسين الشحات قطع ولعبها له ازاي. ده حبيبك. لا انا بصراحه يعني اصلا انا كنت اكتر واحد نجيبوا بهاجمه. البرنامج؟ يا ريت والله نجيبوا والله يا ريت. انت عامل لك تليفون انا وناس كتير قوي كنا بنهاجمه مع حسام بدري. أيوة. بس الراجل فعلا لازم نديله حقه، يعني زي ما كنا بنهاجمه لا لازم نعتذر له ونديله حقه ان هو فعلا اتطور جدا، وراجل لا خلاص بصراحه يعني بقى من اهم اللعيبه دلوقتي الموجودين في ده الاهلي. مهم جدا مع لاسارتي ده. اه. راس الغول ده. سؤالي بقى، هل بيراميدز عندهم نفس المشكله ان هم بيوصلوا كتير وبيضيعوا؟ والله العظيم ما بهزر، بتكلم كوره بس عشان ابو ناصر. انا بعمل برنامج اسمه الاوضه، بتعالى العب في الاوضه عند احبسك وتخرج في 40 دقيقه. هل لعيبه بيراميدز نفس الكلام ان هم بيوصلوا كتير وبيضيعوا كتير؟ طب بص هقول لك حاجه، قول بامانه. الدهيه رامون دياز. رامون دياز الراجل اولا جاي، ده انا قابلته واقنعت ابو ناصر ان هو يمضي معاه. الراجل جاي فاكر ان هو بيلعب في دوري مركز شباب. أوه. يعني هو جاي فاكر ان هو ماسك ايه مثلا ريال مدريد وفي بيلعب برشلونه. كده لجانس بقى. بس يعني هو جه اول ماتش مسك سموحه كسب 4-0. هو افتكر ان هو بقى هو الماتش ده اللي اداله ما اداله ايه بقى؟ ما انت لازم تشوف الاجوان. الاجوان كلها جايه من غلطات وقدرات فرديه. اولا يعني ايه مدرب جاي يلعب 4-1-3-2 ماشي؟ يعني انت كده نازل تلعب نفسك. يعني انت كده مش عامل اي حساب للفرق اللي قدامك. تمام. عبد الله السعيد انت مش عارف هو بيلعب وينج رايت، انت مش عارف الايه مركزها ايه. يعني انت اوكي مثلا سيفوينتي وخربين اتنين مهاجمين، تيجي تبص مثلا عن بينافنتي مثلا والسعيد مش عارف مين بيلعب وينج ومين بيلعب صانع العاب. هو بس الوحيد اللي مركزه واضح دونجا او فتحي اللي هم بيلعبوا ايه الدي ام بالظبط. انما الباقي تلاقيهم ايه في كميه عشوائيه غير طبيعيه، ما تعرفش مين بيروح فين ومين بيعمل ايه. يعني بص ماتش الجونه، فرقه الجونه طبعا كان تحس ان كان في ماتش بين احمد حمدي وعبد الله السعيد. فلعيبه الجونه طبعا الملعب مختلف والهواء والارضيه والكلام ده، وعايز اقول لك ان جماهير الاهلي كان في ناس كتير قوي كانوا في الماتش وكانوا عاملين يغنوا من ثالثه شمال الماتش شغال، كانوا بيشجعوا الجونه. وكان تحس ان لعيبه الجونه نازله تايهه مش عارفه تعمل ايه. الشوط الاول كان رايح جاي والجونه كانت ماسكه كوره وراحت بكور كتير على الجون. نص الملعب ما فيش. الشوط الثاني بقى الراجل عمل حاجه غريبه جدا بقى، قام جاي سحب محمد فتحي ده اللي هو الدي ام الوحيد ومنزل قفشه. طب مين هيدافع؟ اروح ادافع انا؟ بجد والله. انا شفت هايلايتس، انا استغربت حتى لما قفشه نزل. يا جماعه ما هي وصل حاجه، اصل هي الكوره مش كده. يعني هي الكوره مش بعادل يا ابو ناصر، الكوره مالهاش كبير يا ابو ناصر، الكوره مالهاش كبير. انا بحس ان هو ايه، حاجه من الاثنين. يعني هو فاكر ان هو بيلعب بلاي ستيشن، يا اما ابو ناصر قال له ايه خد الخطه يلعب بيها. لا هو اقول لك حاجه، انا بتخميني والله هو بيلعب باللعيبه الاغلى. أيوة انا عندي لعيبه ايه ب 40 والله مليون 50 مليون فانزل كلهم. زي الجالاكتيكوس. والله طبعا في فرق رهيب. طبعا الجالاكتيكوس زي مع هي اسمه ايه، بيكهام راؤول ورونالدو وزيدان وفيجو وبيكهام. في الاخر كان اللي في نص الملعب كان مين؟ الجويرا وجرافيسن. ولما جرافيسن مشي اللي هو مين هيدافع؟ يعني مين هيدافع في وسط؟ وكواي كان بيلعب بيكهام في النص. هو كده. وبعدين بيلعب عمر جابر باك ليفت مش عدلته. ما ايوه اذا كان عمر جابر مشي من بازل عشان الحوار ده. طب ما تلعب احمد ايمن منصور وبعدين في محمد حمدي. انا اختلف الواد ده كان حلو جدا. فالراجل الشوط الثاني نزل قفشه نص ملعب راح منه بقى. احمد حمدي بقى بتاع الاهلي ده الواد الصغير ده جميل قوي. نزل طول الماتش بيلعب لوحده. نص ملعب بيستلم في ظهره نص ملعب ويروح لوحده. الجون الاول كارثه، الواد مستلم ومعدي وماشي لوحده خالص ونص ملعب ما فيش. قفشه عبد الله السعيد الاثنين ما عرفوش يدافعوا. والواد ايه معدي بينهم زي السكينه في الحلاوه وراح حتى الصاروخ احمد ياسر ريان ابن الاهلي الثاني ودخل حطها جول. طبعا امال ايه. فعبد الله السعيد بقى يا عم قربوا من منطقه الجزاء. يعني ده الراجل كده كل ماتش بيديك اماره ما تبعدوش. هو بيلعبوا ايه رقم 8. طب عشان هو ايه قال لك طب هو ممكن يدافع. طب انت ليه تستهلكه في حاجه زي كده لما انت ممكن تسيبه قدام؟ وسيفوينتي ده على الابيض خالص. طب قعدوا دكه. بص هي الكوره مش كده والله العظيم. انت دلوقتي يا اما تحترم الفرقه اللي قدامك وتحط كل ايه في مركزه وابتدي اشوف انا منك اماره فنيه في الملعب، يا اما خلاص تمشي بقى. ده جايب $7 مليون يا عم. اصل في حاجه استفزتني او شفت تويته لاستاذ بلال علام حبيب قلبي ده عداني ده الاستاذي ده انا ببص بيعلي عليك. بابا ده استاذي على فكره ببص له. يعني استاذ بلال بيقول لك ايه، انا ما شفتش لعيب حاسم كده زي عبد الله السعيد. هو بركات بس في الكره المصريه. استنى بس يا عم، هو بركات بس في الكره المصريه اللي شفتهم حاسمين. هو عينك كده عينك كده. فبيراميدز يعني حتى قلت الحلقه اللي فاتت كسبوا 4-0 هتديهم دفعه. انا بصراحه نزلت انا فاكر كنت بقول لك ان دول مش هينافسوا على البطوله. ما عندهمش شخصيه. هي دي الفكره. اللعيبه بص يا ابني انا اقول لك حاجه. طول ما انت بتلعب عشان خاطر الفلوس عمر ربنا ما يكرمك ابدا. بس في حاجات كتير اهم. الانتماء على فكره برضه الفلوس. الناس ماشي الفلوس حلوه وكل حاجه بس الانتماء والجماهير دي مهمه جدا. عشان كده دايما اللي بيلعب في الاهلي والزمالك بيبقى مختلف. لو انت عندك دافع تاني او حافز تاني بينك وبين نفسك بس حاجه بتخليك تنزل الملعب بتلعب وبتدوس على نفسك وتخش في كل كره وتعمل ومش عارف ايه، غير الفلوس انك اللي انت بتعمله ده بتحب بتعمله وخايف على اللي بتعمله اسم والنادي والكلام ده بالظبط. فده الفرق.
فلعيب بيراميدز وحتى كينو كان كينو مختفي، كينو وحش جدا مش موجود. وبعدين من ساعه ما جبنا اللمض الكينو دي لا فانا بقول لك يعني بصراحه الفرقه بقى لها ماتشين شكلها وحش. طب والله اللمض يا جماعه، اللمض اللي بنصور بيها اسمها اللمض كينو، والله ما بهزر، اتفضل الناس. الفرقه شكلها وحش، قفشه ما بقاش يلعب وكان بينزل كمان قرفان وهو نازل. يمكن هو اللعيب الوحيد بصراحه اللي باين قوي وان هو مكسب كبير قوي المنتخب دونجا لعيب رقم 6، لعيب تحس ان هو فعلا متكامل، لعيب رجله دانا. محمد شوقي بامانه بجد لعيب مكسب كبير جدا للمنتخب. ده لازم لو ربنا ان شاء الله بعد عنه الاصابات لازم يروح المنتخب في كاس وجده قد ايه؟ صغير يعني؟ لسه صغير. وده اكتشاف حسام حسن هو اللي كان موجود، بس حسام حسن هو اللي لمعه زي ما بيلمع ناس كتير قوي يعني. لعيب دي ام قوي جدا، شويت يعني، مش اللي هو بركه، لا ده كل ماتش بيروح بشوطين 3 ويبيو جون يبيو جنب العارضه. وهو فعلا فرق جامد جدا في ماتش الجونه، كان عنده 3 انذارات وما لعبش. فده لعيب مهم جدا، اعتقد ان المنتخب واجيه لازم يحط عينه عليه. في حاجه انه قال لك ماتش الكاس بتاع بيراميدز الاهلي بيقول الماتش ده كان المفروض متاجل، فبيراميدز ما يلعبش باللعيبه الجديده. لا ده ما ايه، مين اللي قال لك؟ والله قالوا كده يا عم. لا يعني ده اشاعات؟ اشاعات. والله سمعت الكلام ده يا عم. لا هو لسه لحد دلوقتي اصلا ما خدوش موضوع الاهلي ما خدش قرار في موضوع الماتش الكاس ده هيلعب ولا لا. ايه ده ممكن ما يلعبش؟ انت شفت البيان بتاع بيراميدز؟ ده كانوا نزلوا بيراميدز يا جماعه، نزلوا بيان النهارده عادي، النهارده نزلوا بيان هو مكتوب في ورق فلوسكاب كده، حد مصوره بالموبايل وبعدين نزلوه، فالناس قالت لهم ايه ده وايه اللي كاتبينه ده؟ فنزلوا بقى بيان يعني. طب ما دام عندكم التمبلت من الاول وكتبتوا عليها الكلام وديزاينر حلو، طب ما من الاول يعني ليه تحطوا يا ابو ناصر بقى؟ نقي الناس اللي بتشتغل معاك بقى، نقي الناس اللي بتشتغل معاك بقى. تعالى هنا بقى عندنا بقى ايه؟ عندك احمد، عندك انا، عندك رضا، عندك علاء، عندنا ديزاينر بره استاذ طارق، عندنا احنا تيم هنا كبير يعني. الدوري خلاص، الدوري الاهلي خلاص. لا الدوري لسه يعني ايه، الدوري ولع يعني. خلاص الاهلي يعني. هو عامه ماتش الاهلي والزمالك هو اللي هيحدد بنسبه كبيره، طبعا ماتش الاهلي وبيراميدز والزمالك وبيراميدز هيحددوا، بس انا مستني اشوف ماتش الاهلي والزمالك، لان هنا ده اكتر ماتش هيبين شخصيه اللعيبه ومدى تحملها للضغوط، سواء الاهلي او الزمالك. اللعيبه تعرف تتحمل الضغط الماتش ده ولا لا؟ مع ان انا حاسس ان الماتش يخلص تعادل، بس ما علينا يعني ايه، ساعتها بنتكلم عليه يعني. ده يا جماعه اللي حصل في حاله الدوري المصري. وبقول لك ايه صحيح، ده انا في حاجه معلش في حاجه حصلت في اول حلقه الاوضه من غير ما اخد بالي في الاوضه، وانا بقول للجماعه اللي بيحلوا الاوضه كان بتاع، بقول لهم يا جماعه جوه في الاوضه في اشكال للعبه، هتلاقي مربع، هتلاقي مثلث تلقائيا. لقيت والله العظيم يا جماعه، لقيت انا شوف بتفرج على الحلقه في التلفزيون، انا مش فاكر انا عملت ايه، بتفرج عليها في التلفزيون لقيت نفسي لوحدي كده، هحط لكم الصوره عامل كده بقول لهم شكل مثلث، فلقيت الناس واخده سكرين شوت وبعتها لي، قلت ايه ده واضح ان ضميري ابتدى ضميري يا ابو ناصر بقى، لا ابو ناصر بقى. ماشي يا جماعه، ده اللي حصل في الحلقه دي، نشوفكم الحلقه الجايه. سلام.